دكتورة فاطمة عنتر، ازيك؟ أهلا وسهلا. منورة ومشرفة. تسلم وتكرم. خلينا نبدأ على طول. اتفضل. يلا. لو حضرتك مديرة مؤسسة بتمنح الأزواج رخصة قيادة الحياة الزوجية، امتى تقولي إن الراجل ده يصلح إنه يكون زوج؟ لما أتأكد إنه هيعرف يعيش مع مراته من غير ما يحطمها. طيب ودي تبان ازاي يعني؟ بتبان في قدرته على الصبر والتحمل والرحمة. وبمعنى ايه؟ يعني يصبر على مراته اللي عاشت نص عمرها في بيت أبوها، عاشت في بيئة مختلفة بعادات وتقاليد وارد تكون مختلفة عنه، فيصبر على الاختلاف ده ويحل الخلاف بوعي، ويعرف إن مش كل حاجة هتمشي زي ما هو بيتمنى. والتحمل؟ إنه يتحمل تقلباتها المزاجية بدون ما يسخر منها ولا يستهزأ، ويعرف إن عقلية الست بتختلف عن عقلية الراجل. الست بتحب التفاصيل، هو لأ. الست راس مالها المشاعر، الراجل عنده أولويات تانية، فالتحمل هنا مش مقصود بيه إنها عبء. طيب والرحمة؟ آه، الرحمة دي بقى هي الحكاية كلها. ويا سلام لما الراجل يبقى عطوف على مراته، يرحمها وقت ضعفها ويخفف عنها لما تكون مضغوطة، ما يستغلهاش، ويحميها من شر نفسه وشر العالم. يسمعها ويفتح لها قلبه بدون شروط، يفهمها ويشاركها ويطبطب عليها ويخفف الحمل اللي هي شايلاه. الرحمة مساحة من الأمان، بتخلي الست تعيش وتحبك وتحب عشرتك من غير خوف ولا ضغط. لما الراجل يكون فاهم الثلاث حاجات دول، أكيد هيكون جاهز للجواز. طيب يعني هو ليه أصلا الراجل يصبر على مراته؟ الراجل يصبر لأنها شريكة حياته. الصبر مش اختيار، ده نتيجة طبيعية لأنها اختياره، فهو مسؤول عن وجودها وعن سعادتها. صبره عليها بيحمي علاقته بيها وبيخليها تستمر. وبعدين هي مراته دي صبرت عليه قد إيه يعني؟ وعدت كام موقف وسكتت على كام حاجة ما كانش ينفع فيها السكوت. كم مرة اتحملت عصبيته، كم مرة اتحملت غضبه، كم مرة اتحملت انفعالاته وتقلباته. فالصبر متبادل من الطرفين. وبعدين الراجل في يومه العادي بيصبر على كم واحد بره البيت، مديره الرخم، زميله في الشغل اللي مش طايقه، العربية اللي بتتأخر عليه، الصنايعي اللي يديله مواعيده ما يجيش. فهتيجي يعني عند الست اللي صيناه وشايلاه وشايلة البيت على كتافها ونقول يصبر عليها ليه؟ طيب قوليلي، امتى نقول إن الست دي تصلح إنها تكون زوجة؟ لما تكون واعية وعارفة إن الجواز مش زي اللي بيجي في الأفلام، ولا اللي بنشوفه على انستجرام، ولا هو مشهد في مسلسل تركي. لازم تكون فاهمة إنه مسؤولية، وإن مسؤوليتها ما تقلش أهمية عن مسؤولية الراجل، لأن دايما الأم هي اللي بتشيل أغلب الحمل، بتشيله بطولها ولوحدها. مسؤولية زوج وحمل وخلفة ورضاعة وتربية ومذاكرة وغيره كتير جدا، بيت كامل الست هي اللي بتبقى شايلاه. واللي جوزها مغترب، واللي غايب عن البيت بال12 ساعة، واللي موجود ومش موجود. فالست لو غفلت دقيقة البيت ممكن ينهار. فلو ما استوعبتش حجم المسؤولية الصعبة دي، صعب جدا الجواز ده ينجح. طيب بالنسبة لحقوق الست؟ مشكلة المجتمع إنه بيعلمنا حقوقنا قبل ما نعرف واجباتنا. الست الشاطرة لازم تعرف واجباتها قبل ما تعرف حقوقها. طيب وإيه هي واجبات الست؟ إنها تخلي بيتها صالح للحياة. يعني إيه بيت صالح للحياة؟ يعني بيت يكون فيه سكن بجد، بيت مستور بالناس اللي فيه، بيت مفهوش تبكيت، مفهوش لوم على كل غلطة. لما الرجوع للبيت يكون سهل، لما الراجل يدخل شايل هم الدنيا، فمراته تشيل من عليه ما تشيلش منه. لما تفهم تعبه من غير ما يشرح ولا يبرر، ولا كل شوية محتاج يثبت إنه كويس. البيت الصالح للحياة هو البيت اللي الضعف فيه مسموح. يعني ممكن الراجل يعيط في حضن مراته بدون ما يحس إنه صغير أو يحس إنه مش راجل. البيت الصالح للحياة اللي فيه ست ما بتفضحش وما بتعايرش وما بتستخدمش حب الراجل سلاح ضده. فرق كبير بين البيت اللي بنعيش فيه والبيت اللي بنقضي فيه وقت كأنه لوكاندا. طيب هل الست تقدر تعمل كده؟ الست الذكية تقدر تعمل أكتر من كده. وفي راجل يستاهل؟ بنت الأصول بتعمل كده علشان هي اتربت كده، مش عشان بتمثل. هي بتعمل اللي عليها واللي ربنا أمرها بيه. طيب ولو الراجل، لو الراجل ما قدرش ده؟
هي صاحبة القرار، هي اللي مسؤولة تكمل ولا تنسحب. بس لما تنسحب بتقفل الباب بالراحة، بدون دوشة ولا صريخ ولا قلة قيمة، لأنها اتربت على كده. الست الجوهرة دي ما بتتعوضش، والراجل اللي ما يقدرهاش ما يستاهلهاش. طيب مين مسؤول عن نجاح البيت، الراجل ولا الست؟ الواعي هو اللي مسؤول. تقصدي الراجل؟ لا، أنا أقصد الواعي، سواء الراجل أو الست. لا، دي محتاجة توضيح بصراحة. الواعي في اللحظة دي هو اللي مسؤول. يعني في اللحظة دي الراجل مش متزن، مضغوط، بياخد قرارات عشوائية، ودي مش طبيعته، بقى عصبي منعزل. هنا في الوقت ده الست لو واعية هتفهم ان الراجل ده بيمر بأزمة. في اللحظة دي الست هي اللي مسؤولة عن نجاح البيت. في وقت تاني الست بتكون متوترة، مرهقة، عصبية شوية، مش متزنة. فالراجل الواعي بياخد باله، فبيشيلها في اللحظة دي جدا. فهنا بيكون هو المسؤول عن نجاح البيت. وهنا بتبان قيمة المودة والرحمة اللي ربنا اتكلم عنها. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليه يا رب؟ لتسكنوا إليها. طب إيه اللي بينا؟ وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. العلاقة السوية ما فيهاش عدل ثابت، هي تبادل أدوار. مرة إيد بتسند ومرة إيد بتشيل، ومش بتمشي غير لما الاتنين بيعرفوا ينظموا مشاعرهم مع بعض. واحد يهدي لما التاني ما يعرفش يهدى. علشان كده نجاح البيت مش قايم على مجهود فرد واحد، هما الاتنين مسؤولين، سواء راجل أو ست. امتى اقول على البيت ده سكن؟ لما يكون جواه راحة. احنا بنحب نكون موجودين في المكان اللي بنرتاح فيه أو بنحس فيه بالراحة. بنحب نكون موجودين بطبيعتنا من غير ما نتكتف. فنلاقي زوج سكنه القهوة، وزوجة سكنها هو بيت مامتها، أهو الاتنين دول مرتاحوش في بيتهم، فدوروا على السكن بره البيت. طيب يعني اقدر اقول ان السكن هو المكان اللي يحس فيه او نحس فيه اني مطمن ومرتاح. مطمن ومرتاح، وإن كلامك يكون مفهوم، مش محتاج مبررات كتير ولا شرح. السكن اللي تحس فيه إن تعبك متشاف، متقدر، مفيش لوم كتير ومفيش تبكيت زايد، ومفيش تقطيم ولا كلام جارح. من الآخر، مفيش حد بيقف للتاني على غلطة. الإحساس بالسكن مرتبط بالأمان العاطفي، وإنك تكون مقبول حتى وإنت مش في أحسن حالاتك. ايوه، بس انت كده بتوصفي بيت في الجنة مش في الارض. إحنا مش بنوصف بيت في الجنة، إحنا بنوصف بيت إنساني، بيت بيتأسس صح. ولكن طبعا مفيش بيت خالي من المشاكل. يعني بنزعل، بنختلف، ده طبيعي. نقصر، وارد جدا. نمر بمرحلة فيها فتور، ممكن. بس ما بنكسرش ولا بنستسهل الأذى. طيب لو وصلوا الازواج الراجل ومراته يعني لحتة فيها تجريح، الحل ايه؟ وبصي انا مش عايز حل، مش عايز اقول اصله ما ينفعش وما يصحش وعيب، لانه بيحصل. فاحنا يعني مش هندفن راسنا في الرمل. وقت الغضب، وقت الغضب الشديد، أي محاولة للنقاش كأنك بتدلق بنزين على النار. لازم النزيف ده يقف فورا. مش صح ان احنا نكمل كلام في حاجة اسمها انسحاب سلمي ذكي. لازم نوقف الاشتباك ده، لحظة سكوت. لذلك زمان كانوا يقولوا للراجل: خد بعضك وانزل بره البيت شوية. وهنا في نقطة مهمة جدا ناس كتير بتغلط فيها. مش معنى الانسحاب أو السكوت إني متفق مع الغلط، لأ. لكن بعد ما الجو يهدى لازم يتقال بوضوح، مش بصوت عالي، بوضوح بس: اللي حصل ده كان كبير وجرحني ومش مقبول. مش مقبول إنه يتكرر تاني حتى وإحنا متخانقين. والكلام يتقال بلطف، مش بنبرة حادة تولع المشكلة أكتر من تاني. ايوه، بس الطرف التاني بقى مسؤوليته ايه؟ بص، في مصطلح اسمه محاولات الإصلاح. العلاقات الناجحة اللي أصحابها بيصلحوا اللي عملوه باعتذار، بطبطبة، بكلمة أنا آسف، بتغيير سلوك. دي الناس اللي عايزة تعيش وتبني بيت حقيقي. غير كده بيبقى خراب مؤجل. طيب، اتنين متجوزين بينهم خلاف شديد وكل طرف واخد موقف من التاني، أصالحهم إزاي؟ أنا هدخل وأنا فاهمة إني بتعامل مع جرحين، جرحين مفتوحين، الاتنين عندهم جرح كبير. مبدئيا هسمع كل طرف لوحده، لأن لو جمعتهم مع بعض القعدة هتتحول لخناقة كبيرة.
فيها طرف تالت، هفتح مع الكلام مع أول طرف بعد ما أحسسه بالأمان التام. أحسسه بالأمان لما يطمن إن في حد هيسمعه ومش هيحكم عليه ومش هيقطعه. ولما يخلص كلامه هقوله اللي انت حاسس بيه ده مفهوم. ولما يهدى هسأله ايه الخير اللي شفته من الشخص ده قبل الخلاف. السؤال ده بيعمل إعادة توصيل بالذاكرة العاطفية اللي عنده، لأن وقت الخناق العقل ما بيفكرش يا أبيض يا أسود، وبيشوف الشخص التاني كأنه كله وحش. فالسؤال ده بيرجع التوازن وبيكسر المشاعر اللي بيبقى غرقان هو فيها. فلما يبدأ يهدى ويفكر بيرجع تاني إنسان من جديد، بيحن وبيهدى إلى حد كبير. طيب ولو ما جاوبش مثلا؟ يبقى الجرح لسه جواه سخن، وساعتها مش هستعجل الصلح، هبدأ أهدي الدنيا من جديد. طيب ولو افتكر وجاوب؟ هقوله إن الخير ده كله لسه موجود، ولكن متغطي بشوية زعل. وبعدين؟ هبدأ أسأله شايف دورك إيه في اللي حصل، وأي اعتراف منه ولو بسيط هيبقى باب كبير لباقي الكلام. ونفس الكلام ده هتعمليه مع الطرف التاني؟ بالظبط، بنفس الخطوات. وبعدين هجمعهم سوا وهطلب منهم كل واحد يحكي عن إحساسه، مش يحكي عن اللي حصل، من غير اتهام ولا نبش في القديم. وهطلب من كل واحد فيهم يقول الخير اللي شافه من التاني، وهم في وش بعض كده يقولوا. وفي النهاية هسأل كل طرف محتاج ايه من الطرف التاني عشان تحس انك في امان. كلمة بقى، اعتذار، تغيير بسيط، وهعرفهم انهم في مركب واحد، ولو غرقت هتغرق بيهم هما الاتنين. طيب ولو لقيتي المقابلة فيها غضب شديد؟ هأجل النقاش، بس في ملحوظة مهمة. أنا مش داخلة كقاضي ولا محامي لطرف، ما ينفعش أطلب اعتذار لأن بيبقى شكلي ومش صادق، وما ينفعش أصالحهم بالزن زي ما بيحصل لأن أنا ما حلتش، بالعكس أنا اديت مسكن، ومع أول خناقة هيجيبوا القديم على الجديد. والله يعني حل جميل ومتزن وفي حياد، وهو ده المطلوب. طيب ايه اللي بتخاف منه اي واحدة ست؟ التخلي. التخلي بعد عشرة بيكسر قلب الست، بيحسسها إنها عاشت عمرها كله في كذبة كبيرة، في ضحكة مزيفة، في حضن مليان شوك. بيخليها تشك في كل حاجة كانت بتصدقها، وكل كلمة اتقالت، وكل وعد اتبنى عليه البيت. التخلي ده الست بتعتبره بمثابة اغتيال أمانها وكسر الثقة. بتقول لنفسها بقى الراجل اللي كنت سند عليه هو أول واحد يسيب إيدي؟ أمال أنا كنت عايشة مع مين؟ كنت عايشة علشان مين؟ طب أنا كنت بالنسبة له إيه؟ انا تخيلت انك هتقولي لي الخيانة. الخيانة فيها احتمالية الرجوع، ويا سامح يا ما سامحش. أما التخلي فده إعلان إن العشرة الطويلة هانت، وده شعور مؤلم جدا لأي واحدة ست. قلت جملة مهمة، ان التخلي اعلان ان العشرة الطويلة هانت. يعني ايه عشرة؟ العشرة. العشرة دي حاجة بتاخد سنين وسنين، مش بتتبني بكلمة أو لحظة. دي بتاخد من القلب عمر، ومن الروح مجهود، ومن الأعصاب محطات. فيها الست بتعرف جوزها من نفسه، من نبرة صوته، من نظرة عينيه، من طريقة مشيته، حرف قاله وسط الكلام. العشرة بتخلي الراجل يفهم الست وهي ساكتة، من هزة رجليها، من طريقتها في الكلام. بتخلي الاتنين يفهموا بعض بشكل مرعب. العشرة دي حياة كاملة، حياة مليانة لحظات وجع وفرحة، بتتبني بصبر وبمعاناة، بيوم حلو وعشرة مر. بتتبني بلحظة تعب كان هو سندك فيها، وبمشكلة كانت هي ظهره اللي اتحمل، وبالليالي اللي فضلوا فيها مع بعض تحت سقف واحد، بس مش قادرين يتكلموا، بس حاسين بالونس والأمان. يعني الحقيقة وصف جميل. طيب المودة هي أقصى درجات الحب، إنما يعني إيه رحمة؟ رحمة بين الأزواج؟ إنك تصبر على حبيبك، تهون عليه، تخليك حنين، تستوعب مشاعره، تحترم نقط ضعفه، وتقويها له ما تعيروش بيها. عارف الرحمة بتعمل إيه؟ الجمال بيروح، والشكل بيروح، وحتى العقل ممكن يروح، بس اللي بينهم مودة حقيقية، الرحمة ما بينهم بتتولد تلقائي. زي الراجل اللي مراته جالها زهايمر مثلا، وهو كان حزين عليها جدا، فالناس قالوا له هي ما بقتش عارفاك دلوقتي. رد قال لهم بس أنا عارفها. دي بقى مش رحمة بس، دي عين الرحمة. الله،
طيب إزاي نكسر السكوت والبرود اللي بيبقى جوه البيوت؟ نفتح ألبوم الصور اللي مركون، نراجع الذكريات الجميلة اللي ما بينا، صور الخطوبة، أول لقاء، اللحظات اللي ضحكنا فيها سوا، رحلة كنا فيها مع بعض. الحاجات دي بتجدد شعور الأمان جدا، وبتفكرنا بالأساس اللي اتبنت عليه العلاقة. كمان لازم نعرف إن الكلمة الحلوة مش رفاهية، دي واجب يومي. الكلمة دي بتتشال، بتتحفر جوه الذاكرة، وبتهون علينا قوي وقت الخلاف، وواقعها على النفس بيكون رهيب، لأنها بتدي شعور بالاعتراف والتقدير. والأهم من ده كله، نعمل خير مع بعض، نساعد محتاج، نساعد في عمل طيب. المشاركة دي بتقوي الترابط جدا، وبتخلق شعور بالاتحاد والتعاون بدل العزلة اللي بقينا فيها. ويا سلام لو صلينا سوا، نصلي قيام الليل، نصلي أي سنة مع بعض، منتهى الأمان. والله لو بتصلوا سوا وبتدعوا لبعض، تفتكروا العلاقة دي ممكن تغرق أو تقع؟ آخر حاجة، نتكلم كتير ونخلق لحظات حلوة، نمسك إيد بعض وإحنا ماشيين في الشارع. الإحساس ده بيقوي التواصل جدا وبيرجع الثقة، بيحسسنا إن العلاقة لسه بتتولد من جديد. طيب دكتورة، الحقيقة أنا مبسوط باللقاء ده، ولكن قبل ما نختم في فقرة كده، يعني دويتو بنعمله سوا، بينج بونج، يلا بينا نعمله. يلا بينا. سؤال وإجابته تكون سريعة. يلا. اتفقنا؟ اتفقنا. إيه اللي بيهد علاقة الراجل بمراته؟ التجاهل والكلام اللي بيأذي. الخلافات بتهد؟ الخلافات طبيعية، لكن اللي بيهد إننا نكروت الصلح. الاعتياد بيموت الحب؟ طبعا، بس مش بتموت مرة واحدة، بتموت بالبطيء. وعن الغضب؟ طبيعي، لكن لما بيصاحبه كلام جارح وغضب مستمر بيقتل المشاعر. الحب من غير ثقة ممكن يعيش؟ لفترة مؤقتة، أنا بعتبر وقتها إن العلاقة دي بتحتضر. السكوت؟ كأنك حاطط العلاقة على نار هادية، وهيجيلها وقت وهتغلي، ويا عالم هتلسع مين. الحب من غير تقدير؟ صعب. التقدير روح العلاقة. الغيرة؟ لو من غير وعي هتهد كل حاجة. الحب محتاج نقط. تسامح وتفويت. سكوت الست؟ إنذار مبكر بخطر قادم. وكلامها الكتير؟ محبة. تليفوناتها وانت فين وجاي امتى؟ فاكراك وعايزة تطمن عليك. انشغالها عنك؟ لو مستمر هيزعلك. لما تسامحك؟ حب ورحمة مش ضعف. دكتورة فاطمة، مبسوط باللقاء، شرفتيني ونورتيني. أهلا وسهلا بيك دايما. شكرا جزيلا. شكرا.